السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز. النهارده معانا اللاند كروزر الجيل الجديد بالكامل. هنشوفه وهنشوف تفاصيله. يمكن من جوه مش هتلاقي احسن حاجه في الاوبشن، بس تفاصيل وخامات وصوت موتور هيطربك، انا متاكد من دي. ارتفاعها في حد ذاته انا متر 84 سم. لما انا ابقى واقف وهي طولي تعرف ان العربيه دي فعلا حجمها ضخم جدا، وهنشوفها اكتر حاجه وانا جاي اركب دلوقتي. هتلاقيني بطلع على السلالم عشان اعرف اركب. تمام، هنشوف دلوقتي العربيه وهنشوف تفاصيلها وهنعرف قد ايه تويوتا قادره في الحته دي ما يبقاش ليها مثيل. تويوتا واللكزس والاثنين طبعا تويوتا. عشان كده دايما بنقول الصحراء ليها اساس، واساسها هو تويوتا. يلا بينا نشوف العربيه. هنشوف اول حاجه العربيه من قدام وقد ايه هي حجمها ضخم. اول حاجه هنبص عليها هو ديت عباره عن رشاشات للفوانيس، عشان طبعا انت في الصحراء وبالليل الطينه او الرمله هتشيل الفوانيس دي. الفوانيس دي بالمناسبه هي ليزر مش ليد. الفوانيس دي ليزر عشان بالليل في الصحراء ترمي قدامك مسافه بعيده جدا، ممكن تخش ل 900 او كيلو كامل منور بالليزر بتاع العربيه. فلازم يكون حاطط طبعا سنسور امامي، وفي نفس الوقت حاطط رشاشات للفوانيس عشان تغسلها من الرمله اول باول. نخش كده شويه هتلاقي هنا علامه تويوتا. طبعا فيها هنا كاميرا اماميه، ودي العلامه دي مش علامه، هي مجرد رادار. دي مجرد شكل، يعني شكل فقط لعلامه تويوتا. لو جبنا هنا الحته دي هتلاقي دي علامه كامله. دي برده لاند كروزر بس فئه ثانيه. دي علامه، لكن هنا دي مش علامه، ده مجرد بس لوجو محطوط بس تحتيه رادار عشان يكشف لك الطريق. نفس الكلام هتيجي تبص هتلاقي فوق هنا الازاز من قدام في برده رادار موجود عشان يعرفك الطريق ايه اللي بيحصل فيه باول. تمام، هنبص او نكمل كده شكل العربيه من قدام. شكل العربيه من قدام هجومي جدا، ويمكن ده اللي بيميز لاند كروزر الجيل الجديد هو الشكل الهجومي للعربيه. فاول حاجه هنشوفها هي النيكل الموجود وفتحات التهويه عشان تبرد وحش متحرك على الارض. الموتور ده حرفيا اقل ما يقال عليه وحش، وهتسمعوه دلوقتي من صوته. موتور عنيف جدا جدا ومن اقوى المواتير في الفئه تقريبا بلا منافس. تمام، هنيجي نشوف شكل الكبوت. هتلاقي الكبوت فيه فراغات. طبعا كل ده معمول مش مجرد ديزاين، لا هو ليه اهداف تصميميه، منها ان هي يعمل تفيوز للهواء او يساعدك في الصحراء وما يخليش عندك عرقله. تمام، نكمل نشوف جنب العربيه. طبعا العربيه بتيجي بجنوط مقاس 20. العربيه دي مقاس 20 ار 20. نيجي للجنب هتلاقي شكله بسيط جدا. اكتر حاجه بالعربيه دي بتمتاز بيها الضخامه، فلذلك هم مش بيحطوا تفاصيل كتيره قوي. لان زي ما قلت لك العربيه دي مش عربيه فخامه اكتر ما هي عربيه عمليه جدا للصحراء. وهنشوف ده من حجم المرايه الضخم. المرايه حجمها كبير جدا عشان تبقى كاشف الطريق كله وانت جوه، وهحاول ابينه لكم في الفيديو. وطبعا فيها الليدات الموجوده. العربيه دخولها سهل جدا بس عاليه، هيبان دلوقتي لما اجي اركبها. لازم اطلع على العتبه دي عشان اقدر اطلع وانا مرتاح. نكمل كده لورا. نيجي بقى لظهر العربيه. اول حاجه باين من هنا شكل الفوانيس الفولي دي من تويوتا، وهي طبعا يمكن اول فئه تنزل بفول ليد بالتقنيه دي، واول عربيه كمان لاند كروزر نزلها ليزر، وبنزلها بصراحه فيها شويه قوه في الفوانيس او في الاضاءه قويه جدا بصراحه. ده لاند كروزر، علامه لاند كروزر، وهنا علامه كامله لان ورا طبعا مفيش رادار، فدي علامه كامله للتويوتا. نشوف بقى الشنطه الخلفيه بتاعت العربيه. اول حاجه هتشوفها لما تخش هي حجم الشنطه. حجم الشنطه كبير جدا جدا. وتعالى هنا كده بص، معلش الكاميرا تيجي اللقطه دي. في هنا مدخل فيشه كامل علشان تقدر لو انت في الصحراء تقدر تشحن. زي ما قلت لك العربيه دي معموله للصحراء من الدرجه الاولى، فلذلك هتلاقي كل تفصيله فيها معموله ان انت قاعد في صحراء مش انت قاعد في مدينه. ديت طبعا الحاجات بتاعت الاسعافات بتاعتك، او انا اسف اللي هي الكوريك او الكلام بتاع الصحراء. ديت الشماسه بتركب هنا. تمام، هتلاقي برده دي كراسي بتتفتح. لو انا اعرف افتحها لكم. الكراسي دي بتفتح بس لازم طبعا قدام بتشد من هنا، تقدر تفتحها بس بعيده قوي. زي ما قلت لكم العربيه حجمها ضخم جدا كمان. هتلاقي ان هو فيه يمين او شمال في من مداخل تايب سي او مكان لشحن الموبايل، مداخل تايب سي. وهنا فوق كل دي تكييفات، تهويه تكييف، عشان زي ما قلت لك العربيه كبيره فلازم يكون ليها التهويه بتاعتها جيد. ده كان بالنسبه لشنطه العربيه. نروح بقى نكمل بقيه العربيه من جوه. نيجي نكرر نشوف بقى دخلت العربيه بتاعتنا. طبعا زي ما هنشوف دلوقتي هتلاقي العربيه دخلتها عاليه جدا. يعني انا عشان اخش برجل واحده هتعب، يعني حرفيا هعاني، فلازم اطلع الاول على دي عشان اقدر اركب العربيه. طبعا العربيه زي ما انتم اكيد شايفين في الكاميرا قعدتها عاليه جدا. انت قدام اعلى من الطريق بمراحل.
هدور لكم العربيه عشان تسمعوا صوت المحرك اللي بقول لكم فيه. اكيد انتوا سامعين الصوت، الصوت فعلا ضخم، يعني صوت قوي. صوت العربيه قوي، او ده راجع ان الموتور بتاعها ضخم جدا جدا. نيجي بقى لقدامنا، طبعا هنا العدادات بتاعتنا عاديه جدا مش ديجيتال، اللهم الا بس في النص في حته ديجيتال عشان تبين لك انت ماشي على ايكو ولا سبورت ولا ماشي على انهي مود. هنا هوت عندك كل حاجه تقريبا خاصه بالتحكم في العربيه، مالتي فانكشن سريع، المود بتاعك مود السواقه. بس طبعا هنا مش هيغير لسبب بسيط، ان اصلا البنزين بتاعك مستوى الوقود بتاعك منخفض، فلذلك هو مش هيقدر اغير. حتى اوريكم الاوبشن سريع عشان اقدر اطفي المحرك عشان ما تبطلش مننا بنزين. هنا هتلاقي فيه الاوبشن الكامل بتاع الدفع الكري، نور لك يقول لك كده فور لو، ودوت الحركه بتاعتها دوت. قفلت، اكيد سمعت صوت اللوك، كده بقى دفع امامي، ودوست عليه بتفتحه تخليها دفع كلي. دوت بيبقى التيرن اسيست، ان هو بيساعدك على اللف في الصحراء او في المكان، لو انت مكان ضيق في الصحراء بيساعدك عليها. هتلاقي وهي اسمها وظيفه التيرن اسيست بتفعيل الكراول دوت، اللي هي بتساعدك حاجات طبعا اكيد في الصحراء. دوت السبيد كنترول بتاعك، دوت لو انت على سرعات معينه ومشغل الفور باي فور وفي الصحراء. كل دي انظمه امان للصحراء عشان وانت ماشي. زي ما قلت لك العربيه دي للصحراء من الدرجه الاولى، العربيه دي ليست عربيه للمدن، لا هي عربيه للصحراء. ولو يعني لو انت واخدها في صحراء هيتخرب بيتك حرفيا في البنزين، لان زي ما قلت لك العربيه دي بتاكل بنزين بطريقه غير طبيعيه. نيجي بقى للمسند، لو اللي يعرف يجيبها هنا كده، ده مسند داخلي فيها كول بوكس. انا كده شغلت الكول بوكس، فجوه انا دلوقتي بايدي حسيتها شغل تكييف. كده هقفله شغلها، عباره عن ثلاجه عشان زي ما قلت لك انت في صحراء فمحتاج ان انت تبرد. تمام. وده طبعا اللوك بتاعها. حاجه تانية برضو فيها شاحن وايرلس، يمكن ده موبايل وايرلس ممكن احاول اشحنها بيه، بس مش عارف يعني هيشتغل ولا لا بصراحه عشان الحجم مش مظبوط. اهو اشتغل وفعلا شحن الموبايل. برضو اجربها تاني كده، هشيل الموبايل واحطه تاني اهو زي ما شفنا موبايل شحن. فده شاحن برضو وايرلس موجود في العربيه لو انت عايز تستخدمه. فيها طبعا اوتو هولد، فيها نظام فرامل كهرباء، والشاشه التاتش اللي تقريبا يمكن من الاوبشن ساعتها اللي عجباني جدا، ان شاشه التاتش اول مره تندمج بالطريقه دي بالشكل ده في اللاند كروزر، مديها شكل فخامه. هنا وقت عندنا في المرايات بتاعتنا ذاتيه التعتيم، ده الباور اون والباور اوف بتاعها. برضو فتحه السقف بتاعتها بتفتح، بس طبعا مش لازم يعني نفتحها. تمام. فيها طبعا نظام جي بي اس كامل، ودي البوصله بتاعت العربيه عشان طبعا زي ما قلت لكم الناس في الصحراء بيستخدموا البوصله، بيستخدموا كل الحاجات دي حرفيا بالنسبه لهم بتبقى اساسي جوه الصحراء. تمام. طب ايه اللي شدني في العربيه؟ اللي شدني في العربيه زي ما قلت لكم هي قوتها، يمكن سامعينها من صوت المحرك. العربيه قويه جدا جدا. ايه ما عجبنيش؟ اللي ما عجبنيش ان العربيه فقيره. العربيه دي سعرها تقريبا بتتكلم 7 مليون ونص في وقتنا الحالي، وقت ما انا بصور الفيديو تتكلم 7 مليون ونص، يعني ده مبلغ كبير مش مبلغ صغير. فلذلك كان شويه اوبشنز المفروض يضافوا فيها، بس للاسف زي ما قلت لكم العربيه دي موجوده للصحراء، وكل الفلوس اللي انت دافعها دي واخدها في قوه محرك وقوه نظام تراكشن كنترول وقوه جر والات جر، فكل الحاجات دي مش ببلاش. وخصوصا زي ما قلت لكم دي العربيه رقم واحد في الصحراء على مستوى العالم كله. شويه بقى فخامه حاطينها، خشب ابانوس، الخامات الجلد اللي محطوطه في كل حته، خشب ابانوس تاني، الابواب المطرزه برضو فيها الخشب ابانوس وهنا جلد ضخم. يعني هو ده اللي الى حد ما هو مديهولك، مديك فيها فخامه في الحته دي، بيديك فخامه في الخامات، لكن كاوبشن مش اقوى حاجه. تمام. ده كان بالنسبه للاند كروزر من جوه، شفنا قوتها، شفنا قد ايه عربيه فعلا تستحق للي حابب الصحراء. لكن لو انت واحد الصحراء مش من اولوياتك، او لو انت مش هتخش اصلا بقى الصحراء، فما انصحكش بالعربيه دي. ممكن تشوف بقى عربيات تانية منافسين اللاند روفر او رانج روفر او غيرها، منافسين ليها قريبين جدا ليها في السعر، وفي نفس الوقت هيدوك فخامه اكتر واوبشنز اعلى للمدن مش للصحراء. فالعربيه دي انصح بيها الصحراء فقط. او لو انت بقى واحد حابب اللاند كروزر، في ناس بتجيب التويوتا لان هي حابه التويوتا، مش ايه هو اللي بيقدمه لها التويوتا. ده كان نهايه الفيديو، يلا بينا نروح نختم الفيديو مع بعض. وده كان نهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. طبعا اكيد انتوا اتمتعتوا بالعربيه زي ما انا اتمتعت بيها. بصراحه العربيه يمكن من احلى العربيات الموجوده، مش هقول في فئتها، هي احسن واحده في فئتها، وخصوصا في مجال الصحراء.
وطبعا تسعيرها ما تسالوش عليه عشان تسعيرها عالي جدا، واكيد مش اي حد يركبها غير واحد عايز تويوتا لاند كروزر وهو بيحب العربيه دي، لان العربيه دي مش الاسفلت، العربيه دي معموله لاسباب هي للصحراء فقط، لكن لو انت عايز الاسفلت في غيرها كتير جدا اقوى منها على الاسفلت، لكن دي في الصحراء او في الاوف رود دي اقوى منافس بلا اي حد يقدر يجادل في الحته دي. ده كان نهايه الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.